السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من قناة فيما وراء الصيدلة. النهاردة هنتكلم على حالة مرضية بتهم كل البيوت المصرية، حالة مريض السكر. أنا عندي تعاطف كبير مع مريض السكر لاعتبارات إن والدي الله يرحمه كان مريض سكر، وعانيت معاه تأخر وصول المعلومة، وللأسف قلة الاهتمام وقلة الرعاية، لأنه كان وقتها احنا بنتكلم من 25 سنة مثلا ما كانتش المعلومات بالقدر الكافي اللي احنا بنشوفه دلوقتي. خلينا الأول يعني نتكلم على مريض السكر، أخونا أو أبونا أو ابننا أو بنتنا، ربنا يكون في عونه إن احنا عايزين ندعمه. اول حاجة لحظة اكتشاف المرض، احنا هنرجع بس قبل ما مريض السكر بيكتشف ان هو مريض سكر في حاجات بتدينا مؤشرات. ايه هي؟ اول حاجة الاصابة بتاعت احد الاقارب، الاب والام تحديدا، العم الخال، ده مؤشر ان ممكن يبقى مريض سكر. السمنة المفرطة بتوصلنا للسكر، قلة الحركة، الانفعال الزايد، زيادة الدهون والكوليسترول، كل دي عوامل تزود الإصابة بالسكر. طيب شخص كان إنسان عادي جدا، وفجأة حصلت له بقى شوية أعراض مفاجأة، وبعمل التحاليل اتقال له أنت مريض سكر. هنا أول حاجة احنا عايزين نعرفها برضو، إيه هي التحاليل اللي بتحدد إن الشخص ده مصاب بالسكر ولا لأ؟ هم 4 تحاليل أساسيين، اللي هو ال HbA1c، السكر التراكمي، ده أساسي، أعتقد يعني كل الناس دلوقتي بتعتمد عليه. زمان كانوا للأسف بيعتمدوا على السكر صايم وسكر فاطر، اللي هو صايم 7 ساعات ليل ويعمل تحليل وبعد كده يفطر، وبعد كده بساعتين يعمل تحليل تاني. أغلب المرضى بتتلاعب في التحاليل دي، يعني هو المريض بيبقى عارف إن هو رايح يحلل، فمن بالليل بيتعمد انه ياكل حاجات تخلي السكر بتاعه قليل، وبعد كده برضو لما بيفطر حاجات برضو ما بتبقاش بتعلي السكر قوي، وبالتالي هو هنا نصب على التحليل، هو عملنا عملية نصب. انا ما استفدتش حاجة. علشان كده في تحاليل زي ما قلنا بتوضح الحالة اكتر. السكر التراكمي ده بيجيب متوسط السكر في الدم المرتبط بالهيموجلوبين خلال ال3 شهور اللي فاتوا. فلو انا عملته 4 مرات في السنة كل 3 شهور، انا عرفت التحكم بتاعي في السكر خلال السنة عامل ازاي. التحكم، خدوا بالكم من مصطلح التحكم ده يا جماعة، لان السكر حتى هذه اللحظة في مصر احنا ما دخلناش في اجواء العلاج. ابتدوا بره يتكلموا في العالم على حقن وعلى حاجات، وفي زمايل ليا ابتدوا يبشروا، وفي زمايل لينا برضو في الخليج ابتدوا يدخلوا حقن معينة بتتعامل مع افكار جديده لعلاج السكر. لكن خلينا للمتاح في مصر. حتى هذه اللحظه في مصر احنا بنتعامل مع ادويه اسمها ادويه التحكم في السكر، مش ادويه علاج، لانه ما بيجيش وقت واقول له مبروك انت خفيت، للاسف الشديد. وبالتالي احنا بنتحكم في السكر. قلنا اول تحليل السكر التراكمي، السكر الصايم طبعا ليه دور، سكر فاطر بعدها بساعتين ليه دور. تحليل العشوائي بقى ان انا بحلل للمريض بغض النظر عن، او للشخص بغض النظر عن هو واكل امتى، علشان اعرف السكر بتاعه دوت، لان في ناس بيعلى سكر قوي، بنسمع ارقام يعني ساعات اكتر من 600، يعني ربنا يعفي عنهم. وفي كمان تحليل اسمه منحنى السكر. وبالتالي انا علشان اشخص لمريض، اولا انا كصيدلي برضو نرجع للاساس، انا ما بشخص مريض سكر، لكن اللي بيحصل ان بيجي لي واحد بيقول لي انا عاوز احلل سكر، فبقول له طيب تعالى نحلل بس بضوابط معينه. يعني مثلا ما بحبش قوي اعمل التحليل العشوائي، لان غالبيه الناس بعد الاكل بساعه بيبقى الرقم بتاعه عالي شويه، فبضطر استنى بعد الاكل بساعتين، او اقول له تعالى حلل صايم. بستخدم جهاز دقيق معمول له معايره. لو لقيت الارقام عاليه، لا ببتدي بقى ابعته المعمل، ولازم يروح لحد اسمه ايه، حد يكون متخصص في امراض سكر وغدد صماء، مش اي تخصص، مع احترامي لزمايلنا الدكاتره الاطباء البشريين، بس اتمنى ان اللي يتعامل ويكون ليه الكلمه الفصل في موضوع السكر هو كده، يكون حد متخصص. ويا ريت يكون المركز اصلا للعنايه بامراض السكر، مركز او قسم للعنايه بامراض السكر، لان ده بيفرق كتير جدا مع المريض في حاجات تانية هنقولها. يعني هي الموضوع مش بس انا اكتشفت المرض ازاي وابتديت احط له علاج ازاي. طيب
الشخص ده عمل التحاليل وراح للطبيب اللي هو متخصص في موضوع السكر، وقال له للاسف انت عندك سكر. طيب يا جماعه، في ناس بقى هنا بتنزل شاشه سوداء على عينيه ويبتدي يكتئب ويحبط ويشوف النهايه. لا، هو ربنا سبحانه وتعالى خلق الداء لابتلاء معين، وخلق الداء وخلق الدواء، واحنا مأمورين ان احنا نتداوى ولا نلقي بايدينا الى التهلكه. فاول حاجه الاكتئاب بمعرفه السكر ده غلط طبعا، حاجه مرفوضه دينيا وعلميا وواقعيا، وانت هتكتئب هتجيب لنفسك مضاعفات اكتر، وبالتالي سلم امرك لله واحتسب، ونبدا رحله بقى. يعني بغض النظر انت سنك قد ايه وسلوكك ايه، نبدا رحله شاقه للتحكم في السكر. اول حاجه الطبيب بتاعك مشكورا هيكتب لك علاج باذن الله يكون مغطي السلوك بتاعك. يعني هو هيبتدي يستفسر منك انت وضعك ايه، وزنك ايه، تعاملاتك ايه، نظام اكلك ايه، انفعالاتك ايه، حاجه ضايقتك، حاجه زعلتك، وهكذا، وبنبتدي يكتب العلاج. انا بالنسبه لي يهمني جدا قوي في العلاج اللي بيتكتب من الطبيب انه يكتب معاه حاجه تقوي الاعصاب الطرفيه. ليه بقى؟ لان من اهم واخطر مضاعفات حاله اصابه سكر الدم ان بتحصل مشاكل في الاعصاب الطرفيه. مش بس الرجلين بيحصل فيها مضاعفات او الايدين فيها رعشه، لا، ده احنا بنتكلم على حاجات اخطر بقى. احنا بنتكلم على العصب السمعي، العصب البصري، بنتكلم على وظائف المخ نفسها. وبالتالي اتمنى ان الاطباء اخواتنا لما يجي لك مريض شوف الهيستوري بتاعه في التهاب الاعصاب ايه، ولو محتاج تعمل له رسم اعصاب معينه اعمله، وتفضل حضرتك مشكورا اكتب له حاجه تقوي الاعصاب وفهمه انها هتفيده تراكميا فيما بعد. طيب، دي نقطه. النقطه الثانيه، مفيش حاجه اسمها علاج لمريض السكر وفقط. مريض السكر العلاج بتاعه بيعتمد على 3 حاجات: الدواء اللي اتكتب له من الطبيب، والسلوك بتاعه الغذائي والصحي والعوامل بتاعته، وكمان الحركه. وبالتالي هنا لما اجي اتكلم بقى على الغذاء، المريض اللي كان عنده سمنه وشراهه للاكل وعنده نظام مش مسؤول في الاكل، ده لازم يبتدي يصلح ده. احنا بنعتمد في الغذاء بتاع مريض السكر، والنقطه دي مهمه جدا برضو، ان احنا مش عشان واحد كان هو وزنه زايد وكان عنده شراهه نجوعه. احنا ضد التجويع، احنا بنبتدي نعمل حاجه اسمها اشباع. فاشباع مريض السكر بيتم عن طريق ان احنا الوجبات بتاعته بتبقى في اوقات معينه. يعني مريض السكر بيقوم من النوم، لو هيبتدي ياخد علاج بيبتدي يفطر. ما ينفعش ياخد العلاج اللي بيخفض مستوى السكر من غير ما يفطر، لانه هيحصل هبوط في سكر الدم، ودي مشكله هنتكلم عنها بعدين. الحاجه الثانيه بنبتدي نظبط له بالوقت، بس بعد 6 ساعات في غدا، بعد 5 ساعات في عشاء، ما بنفوتش وجبه. الوجبه بتبقى عباره عن ايه؟ الوجبه بتبقى عباره عن طبق بيكون فيه العناصر المتكامله، متقسم 4 أرباع. طبق يعني في عرضه 30 او 35 سم القطر بتاعه، علشان ما حدش يجيب صينيه يعني ويقول ده طبق. وبنتكلم ان الطبق ده بيتقسم 4 أرباع. الربع الكبير فيه بيكون خضروات، والخضروات الطازه مهمه جدا لان في ناس ما بتعتمدش في الغذاء على الخضروات. الربع اللي اقل منه بيكون الحبوب الكامله، والحبوب الكامله قيمتها مهدره للاسف عندنا. اغلب مرضى السكر ومرضى السمنه بيكونوا اللي وصلهم لكده اعتمادهم على الرز والمكرونه والعيش الابيض والمعجنات. فدي عامله مشكله. احنا محتاجين من مريض السكر انه يكون بيستخدم حبوب كامله. حبوب كامله دوت زي الفريك الصعيدي تحديدا لانه بيبقى ناشف، والحبوب بتاعته بتبقى ظاهره القشره الخارجيه. الرده اللي هو الخبز الاسمر، الشوفان طبعا، البليله. دول 4 حاجات اساسيين عندنا في الغذاء بتاع الحبوب الكامله. بعد كده بيجي دور البروتينات، العناصر بقى البروتين بتاعنا سواء بروتين نباتي او بروتين حيواني، والفاكهه. الميه دورها اساسي بالنسبه لمريض السكر. لمضاعفات تانية برضو بتظهر معانا، فبالتالي لازم نقول للمريض السكر ان انت بتشرب كوبايه او 2 كل ساعه، ولو سمحت حضرتك اظبطهم بالساعه. ولو سمحت حضرتك ما تعتمدش على ان انت بتشرب من الازازه اللتر او ال2 لتر، لان انا عايز الحصه تدخل جسمك بانتظام علشان تشغل الكلى وتشغل الكبد وتشغل الجلد بانتظام برضو. طيب، ايه مشكلتنا مع التجويع بقى؟ احنا قلنا مش هنعمل تجويع. مشكلتنا مع التجويع ان مريض السكر بيتعرض بسبب العلاج وبسبب حالته
لحاله عكسيه، حاله هبوط مستوى السكر في الدم. طبعا اغلب المشاكل المضاعفات في زياده السكر في الدم اللي هي غيبوبه السكر نتيجه زيادته، لا كمان بيبقى في غيبوبه نتيجه او هبوط نتيجه انخفاض معدل السكر في الدم لمعدلات ساعات بينزل ل 50 مثلا. طيب ايه المشكله هنا؟ المشكله ان دوت بتبقى حاله للاسف بتهدد الحياه وممكن تبقى قاتله. وفي حالات مشهوره زي الله يرحمه علاء ولي الدين توفاه الله بسبب حاله هبوط في السكر. علاء ولي الدين الله يرحمه كان نموذج برضو نحطه في الاعتبار قوي. الراجل مريض سكر ما فيهوش تحكم، وبياكل بطريقه غلط جدا، ومفكر ان هو لما ياكل بطريقه غلط يصحح ده بجرعات انسولين عاليه. فاللي حصل ان هو كان اول يوم العيد وفطر اكل دسم وخد جرعه انسولين كبيره ونام وتوفاه الله. طيب علامات هبوط السكر دي بالنسبه للشخص اللي صاحي ايه؟ علامات هبوط السكر بالنسبه للشخص اللي صاحي 3 حاجات: بروده ورعشه في الاطراف، وان طعم الفم ورائحه الفم بتغير، بتبقى عامله زي التفاح الفاسد المعطن او الاسيتون، وبيبقى فيه دوخه. انا بوصي دايما اي مريض سكر يحصل له الاعراض دي بدون ما يحلل، خد حاجه مسكره، اشرب عصير فيه سكر، خد حاجه منتج سكريات واشرب ميه، وبعدين ابقى قيس السكر بتاعك. والحاله دي بننتبه لها اكتر كمان في رمضان بالنسبه لمريض السكر وهو صايم، لان مع طول فترات الصيام بيجي المريض دوت الساعه مثلا 5 أو 6 كده قبل المغرب بساعه او بساعتين ممكن تظهر عليه الاعراض دي. وبرضه بنحذر مريض السكر في رمضان ما تنامش قبل الفطار، لان الاعراض بتبان عليك وانت صاحي، لكن وانت نايم مش هنعرف نكتشفها. وعلشان كده برضه بنتعظ برضه من حاله الفنان علاء ولي الدين الله يرحمه، ان ما تاخدش انسولين وتنام. انت كلت وخدت الانسولين بتاعك، استنى شويه، ما تنامش على طول، علشان لو حصل هبوط انت هتشتكي واللي حواليك هيلحقوك او انت هتعرف تلحق نفسك. دي فيما يتعلق بقصه التجويع. احنا اتكلمنا عن اهميه ان الفيتامينات دعم الاعصاب، فيتامين بي مركب وما شابه، وفي حاجات اعلى منه دلوقتي بتستخدم. كمان انا في الموضوع بتاع التهاب الاعصاب دوت ببتدي انصح مريض السكر بحاجات معينه، الا وهي التعرض المباشر للمروحه، التعرض للتكييف، التعامل الخاطئ مع الجهاز العصبي، ان انا بسهر كتير، بصحى في اوقات غريبه، ان انا مستهين بصحتي، ان انا مثلا بهلك نفسي في تفكير وفي مجهود وفي شغل. ما هو كل ده ليه مردود. دايما كمان بقول للمريض السكر انت اول واحد تشتي واخر واحد تصيف، زي مرضى كتير. انا بقول القاعده دي لناس كتير بس مريض السكر تحديدا كده. يعني لو الدنيا هتبتدي الجو يبرد في بدايه الخريف، يبقى انت من 20/9 ابتدي زود قطعه ملابس واعكسها في دخول الصيف. لما يجي الدنيا تحرر في مايو، اقلع بالقطعه، قلل بالقطعه، وبرضه خليك اخر واحد تصيف. ليه؟ لان اولا التهاب الاعصاب هيسمع معاك بسرعه، واغلب مرضى السكر بيشتكوا في الفترات دي من رجليه وبتنقح عليه ورقبته وظهره وتنميل وكهرباء والحاجات دي كلها. والحاجه الثانيه انه كمان بيقلل مناعته، وانا مش عاوزه في انتقال الفصول يجيله نزلات برد واحتقان وكده، لان دي برضه هتضطرني ان انا اديله ادويه او الطبيب بتاعه يديله ادويه، فنبتدي ندخل في موضوع اكبر. ايه تاني مهم بالنسبه لمريض السكر؟ العنايه بالقدم السكري. العنايه بالقدم السكري ده اساس بالنسبه لمريض السكر من اول يوم اكتشاف المرض. لازم يفهم المريض ان رجليه دي في كفه وتقريبا بقيه الاعضاء في كفه، لان للاسف اغلب الاعراض السيئه الاثار الجانبيه بتظهر في الرجلين. طيب هو ايه موضوع العنايه بالقدم السكري؟ انت مش مطلوب من حضرتك كتير، مطلوب من حضرتك نظافه واهتمام، قص الاظافر بطريقه معينه، ومش بالخناق مع الضوفر، ومش بان انا انحته، ومش بان انا اشيل الاجزاء الجانبيه الجلد الميت ده بدرجه تعمل جروح او بدرجه تعمل الاحتقان اللي بيبقى في الاطراف ده اللي بيحصل ده، ونضطر بقى الصبع يدوحس او حاجه، هندخل في مشكله كبيره. لازم افهم كمان ان انا لازم البس شراب قطن كامل، الشراب بتاعي يكون قطن كامل ويكون ملوش استك من فوق، لان الاستك اللي فوق دوت برضو اللي في قمه الشراب بيضغط على الاورده بتاعه الساق ويعمل لي مشكله. وفي حاليا شركات كتير بتعمل شرابات تحديدا مكتوب عليها لمرضى السكر، وبيكون الشراب زي ما قلنا 100% قطن، او في اللاستين حاجات بسيطه جدا. طيب ايه تاني كمان بالنسبه لمريض السكر؟ ما يلبسش شبشب تحت اي ظرف. مريض السكر ما يمشيش بره البيت
بشبشب، لازم يلبس حاجه مقفوله ده لحمايته يا جماعه، ولازم تكون ده حاجه طبيه، يعني الفرش بتاعه من الداخل ما يكونش ناشف، ما يكونش فيه حته ليها سن كده تعمل لي زي مسمار لحمي داخلي. كل الحاجات دي هتعمل لي ازمه. لازم كمان المريض بتاع السكر يروح يكشف عند حد متخصص في الاوعيه الدمويه للقدم السكري على الاقل مره في السنه. ده من ضمن الحاجات المهمه جدا. من ضمن الحاجات المهمه جدا برضو مريض السكر الكشف الدوري. احنا اتكلمنا في الاول على التشخيص، احنا قلنا بيشخص بتحاليل معينه. مريض السكر لازم يكرر تحاليل شامله لوظائف الكبد ووظائف الكلى والكوليسترول وصوره الدم والبول على الاقل كل 6 شهور، ولازم يروح للطبيب بتاعه كل 6 شهور، ولازم يعمل تحليل السكر التراكمي بينه وبين نفسه حتى كل 3 شهور. دي حاجات اساسيه يا جماعه، لان انا بشوف مرضى بيبتدي ان هو ما يروحش للدكتور بعد اول مره ويقعد 5 6 سنين على نفس العلاج. الكلام ده غلط. وبشوف مرضى ما بيتابعش حاله الكلى والكبد ورجليه، وبرضه ده غلط، والعين والاذن وبرضه ده غلط، ويبتدي النظر يضعف وبيحصل مضاعفات خطيره. يعني ممكن الناس توصل لتاكل في العصب البصري او السمعي، يعني مش هيشوف كويس او مش هيشوف خالص، مش هيسمع كويس او مش هيسمع خالص بسبب السكر. فده لازم اهتمام بيه. السكر بيفتح للمريض شبكه من التعاملات الطبيه لازم يهتم بيها، لو ما اهتمش بيها هيتضر جدا جدا جدا. لكن لو اهتم بكل اللي انا بقوله ده هيبقى اسمه تحكم في مرض السكر. اخر حاجه ممكن نتكلم فيها وهي بتهم قطاع برضو لا يستهان بيه، مرضى السكر المتزوجين، وحته انه ان السكر بيأثر على العلاقه. اول حاجه انا مش عاوزك تسمع هلاوس ومش عايزك تسمع نصايح من صديق، انا عاوز التعامل بتاعك يبقى بين مثلث، انت الطبيب المتخصص والصيدلي اللي بيحبك وفاهم حالتك وبيساعدك. غير كده لا، ما تاخدش اقراص من حد صاحبك ولا حبيبك، ما تاخدش حاجه حد يقول لك دي متجربه، دي مستورده، دي مهربه، دي جايه مش عارف ايه، ده تاثيرها الفلاني. كل ده خطر عليك وممكن يدخلك في مشاكل كبيره. برضو ابتدى مؤخرا يبتدي الناس تتكلم في حته التسرب الوريدي وزراعه دعامات داخل الاعضاء. انا اعرف حاله، لان الموضه دي كانت موضه سخيفه ومش كل اللي بيقولوا ان هم بيعملوها باقتدار وتمكن. الحاله ما سمعتش كلامي وراحت عملت العمليه ودفعت مبلغ وقدره فيها، زرع دعامه في العضو الذكري، وبعد 20 يوم تعب جدا وجاله مضاعفات خطيره واضطر ان يشيلها عند طبيب تاني بنفس المبلغ تقريبا. فانت في غنى عن الموضوع ده. السكر زي ما قلنا ما بيتعالجش بالاعشاب، ما بيتعالجش بسم النحل، ما بيتعالجش بعسل النحل. كل المراكز اللي هي العشبيه والكلام دي بتبيع وهم للناس. اتمنى ان يكون في رقابه عليها، وقبل الرقابه اتمنى يكون في وعي عند حضرتك ان انت ما تلقيش بنفسك الى التهلكه. موضوع السكر زي ما قلنا اولويه حياتك بتتمحور عليها. يمكن اكون ما قلتش كل العناصر اللي في بالي عند بالنسبه لمريض السكر، بس اتمنى ان مريض السكر هو نفسه يهتم. كل صيدليه تدخلها هتلاقي فيها الصيدلي، استفسر منه على حالتك، اهتم بحالتك، انت قوي مناعتك. يعني احنا قلنا مثلا السكر ما بيتعالجش بعسل النحل، بس عسل النحل الاصلي اللي مش متغذيه النحل بتاعه على سكريات، النقي النظيف، ده بالنسبه لك مفيد، بيقوي المناعه، حبه البركه بتقوي المناعه. الحاجات دي كلها، الاكل، الخضار، الفاكهه، العناصر الطبيعيه، انك تبعد عن الحاجات اللي فيها مواد حافظه، كل ده بيفيدك. وان انت زي ما قلنا خاف على صحتك، ما تدخلش نفسك في مضاعفات. استخدام زيت الزيتون كويس جدا 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 لانه بيقلل الكوليسترول ومن العناصر الغذائيه الهامه. كل الحاجات دي مفيده لمريض السكر، لو ظبطها باذن الله الموضوع هيختلف. وزي ما قلنا برضو من اخر الحاجات اللي ممكن نتكلم فيها برضو النهارده جهاز تحليل السكر سواء في الصيدليه او جهاز تحليل المنزلي، ده مهم جدا. انا انصحك ان انت بمجرد ما تعرف ان انت مريض سكر هات جهاز، بس ما يبقاش عندك هاجس ان انت تحلل كل ساعه، لا احنا هنتفق على 3-4 مواعيد، اللي هو ممكن تحلل صايم بعد الفطار بساعتين او بعد الغداء بساعتين، والعشوائي علشان بس تعرف السكر بتاعك قصته ايه، وبتاخد الجهاز معاك وانت رايح للطبيب. الجهاز اللي انت هتجيبه ايه؟ دور وابحث على الاجهزه بتاعت الشركات المالتي ناشونال لو سمحت. ما تاخدش جهاز حد يقنعك بيه ويقول لك الشرايط بتاعته كويسه ومتوفره، ده كلام فارغ. الشركات معروفه، وفي شركات لدول
حتى لو من اوروبا او امريكا بتصنع في الصين، بس الجهاز كويس ومظبوط والشرايط بتاعته مظبوطه، وانت تقدر تعمل اختبار للجهاز بتاعك لما تجيبه، ان انت بتروح تحلل في معمل تحاليل، بس يكون المعمل موثوق فيه. لازم التحليل يكون معاك هامش 5% فوق او تحت. يعني لو انت جايب الجهاز وحللت 100، يبقى التحليل المعمل قصاده يكون يا 105 يا 95. لو فرق اكبر من كده يبقى في مشكله، يا في المعمل يا في الجهاز. والشرايط بتاعت السكر لازم تستخدم في تاريخ صلاحيتها، ولازم تكون محتفظ بيها في مكان ما هواش رطب ولا متعرض للضوء ولا محطوط في شمس. جهاز السكر مش رفاهيه، القدم السكري مش رفاهيه. ممكن بعد كده نتكلم حلقه اخرى، معلش عشان احنا طولنا، على طرق استخدام ادويه السكر وطرق استخدام فيتامينات السكر، خصوصا حقن الانسولين. هنفرد حلقه باذن الله لموضوع الانسولين. بس انا يهمني دلوقتي، ارجوك انت مريض سكر، الحياه ما انتهتش، الحياه لسه قدامك، ربنا يكتب لك الصحه والسلامه. اهتم بنفسك واهتم بقدمك واهتم باجهزه جسمك، وما تمشيش ورا الخرافات وما تمشيش ورا الاكتئاب. دمتم اصحاء واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.